أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي راديو القانون الحر في برنامج قضايا المجتمع. اليوم تطرق القضية هم برشا قضية أساتذة النواب في ولاية القيروان اللي دخلوا في إضراب جوع وحشي في مندوبية جبال التعليم. معنا بسام السباعي أحد الأساتذة، وسامي التيمومي وجمال الحامدي اللي هما معناها دخلوا في إضراب الجوع، عندهم أيامات في المندوبية. مع الأخ عبد الرحيم العيادي، مرحبا به. كيف باش نحكيو في كل شيء تقريبا على الإضراب وظروف الإضراب وأسباب الإضراب، وحسنوا معناها كل ما يخص المشاكل اللي تعرضتوا لها واللي عندكم. باش نخليكم حرية التدخل في أي وقت مع شرط عدم المقاطعة، معناها كي يكمل الطرف يحكي يدخل الطرف الآخر. تفضل جمال الكلمة ليك. أنا جمال الحامدي، الناطق الرسمي باسم اعتصام الإدماج لجميع السادة النواب. نتوجه أول حاجة بالشكر للراديو كيروان ليبر اللي استضافنا ومعناها في هالقضية هذه باش نعبروا على صوتنا وباش نوصلوا صوتنا وقضيتنا ننشرها وشوف تعرف الناس الكل. قضيتنا هي كما تعرف الناس الكل قضية إدماج جميع السادة النواب. شنو نعرفوا شنو الأستاذ النواب؟ هما معناها ناس متخرجة متحصلة على شهادة من وزارة التربية اللي هي توا ما تنكرت لنا وقالت لنا ماكمش أكفاء. هذه الوزارة معناها نقولوا لها ننجحوا لك في السنة الدراسية كاملة ونخدموا معناها برخص الأسوام خاصة معناها على مستوى الإخلاص. وكان نقول لكم معناها الإخلاص شنو توا معناها باش نجيو نمروا معناها طبعا نرجعوا لحكاية الإخلاص. به اعتصامنا هذا هو امتداد للاعتصام الأول اللي انطلق من مارس بريسك، من اواخر مارس، تو عندنا تقريبا 8 شهور، لكن في اطار التسويف من وزاره التربيه ومن السلطات معناها الاشراف ما لقينا حتى حل. ضعنا في الطريق، ضعنا ما بين الوزاره الاولى، ضعنا بين وزاره الماليه، ضعنا بين وزاره التربيه، كل حد يرمي في كوره الغير وكل حد انا ما تهمنيش وضعيتكم انتم معناها راكم امشوا للطرف هذا. قعدنا ندوروا من طرف لطرف، الطرف هذا يهمشنا، الطرف الاخر يعطينا امل، الطرف الاخر يرجعنا معناها نقطه الصفر. ما لقيناش حتى حل. معناها شنو اللي صار في موضوعنا؟ احنا طرحنا الوضعيه هذه على الوزاره. الوزاره معناها عملت اجتماع مع النقابه، طلعونا معناها كنا نأمل في معناها برنامج وفي حل يرضي الناس كل. الحل اتونا بحل عقيم، حل معناها يكاد يكون حل معناها ما فيش حتى هو حل لكن بدون حل واضح. معناها ما لقينا حتى حل. رجعنا للاعتصام المباشر هذا في على المستوى المندوبية. علاش رجعنا على المستوى المندوبية للاعتصام؟ على خاطر معناها ما لقيناش المستوى المادي طحنا، على المستوى المعنوي كيف ما لقيناش باش نقاوم، ما لقيناش حتى باش نتنقلوا، ما لقيناش باش نمشوا، باش تقاوم ظروف العيش، باش نقاوم وحتى باش نصرفوا الطريق، ما لقيناش باش ننقلوا، ما عندناش حتى مصروفنا باش نتنقلوا اصلا، فهمتني؟ ولينا رجعنا على المستوى المحلي. يعني على الاقل واحد كي يتنقل بدينار ولا ب500 يمشي يعمل وقفه احتجاجيه ولا يواصل اعتصامه. ودبريس احنا معناها مجموعه لاباس بها متواجده توا حاليا في الاعتصام. كما تعرف الناس الكل. هم معايا زملاء اللي هو بسام السباعي معناها زاد مواكب معنا بالاعتصام من اول نهار بدينا فيه. هو عضو في التنسيقيه. معنا زميلتنا سامي التيمومي زاد اللي هي نقطه بالله نحب نضيفها لسامي التيمومي اللي هي فقدت مش نقولوش فقدت اعصابها لكن انتهكت برشا وتعبت ياسر وقنعت صحيتها خاطر ما عندهاش ما لقتش حتى حل اخر. واضح؟ مش نعدل الاخت سامي تزيد توضح لنا الوضع اللي عشناه والشيء كيفاش تنقلنا وكيفاش عشنا المزيد بالحق. كلمة عليك سامي تفضل. اعتصامات السادة النواب متواصلة على امتداد عامين. الأخ جمال ذكر 8 شهور لكن راهي كان فما امتداد سابق لها. الاحتجاجات هذه كانت نتيجة معاناة الأستاذ النائب، حيث أنه يشتغل نفس ساعات العمل اللي يشتغلها الأستاذ الرسمي مع مجهود إضافي في بعض الأحيان، لكن مع غياب تام لا يحفظ كلام الأستاذ أمام الأجر الزهيد الذي يتقاضاه وضعيا هنا غياب التأمين. ليس هناك من يضمن كرامته وينظر إليه دائما بانتقاص على أنه أستاذ مؤقت سواء من طرف التلاميذ أو من طرف المعيد.
لم نرى سواء التسويف من سلطات الإشراف، كما تعرضنا إلى مظلمة إثر اتفاقية 3 جوان بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، حيث أقصت من قاموا بنيابات قبل 2010 بتعلة أن النيابات كانت تسند بالمحاباة قبل 2010 وأن الفساد ينتشر بالمندوبيات الجهوية. نتساءل هنا مجرد تساؤل، إن كان الفساد بالوزارة قد تم القضاء عليه ونحن ننظر إلى أن المحاباة ما زالت متواصلة، وإلى الآن نرى بأعيننا أن النيابات حتى بعد 2010 ما زالت تسند بالمحاباة. كما ظلمت أيضا من لم يقم بنيابات متواصلة طيلة 18 شهر، هذا ما تشترطه الاتفاقية التي أمضيت بين وزارة الإشراف ونقابة التعليم الثانوي. ثم ما وقع بمندوبية القيروان فيه ظلم لكل المعوضين، حيث أن الأستاذ النائب لا يتمتع سوى بفترتين نيابيتين حتى وإن كانت المدة المقاضاة لا تتجاوز شهر. نعم، هذه الوضعية خاصة بالقيروان. كان في القرآن. نعم، ونحن هنا نزف بشرى لزملائنا بالقيروان الذين تعرضوا إلى مظالم كثيرة بالقيروان أنه قد تم تغيير المندوب الجهوي. نحن نأمل أن يأتي الجديد بما هو أفضل، وإن لم يأتي بما هو أفضل سيكون مصيره مصير غيره. يعني هنا نناشد المعنيين بالأمر أن يتعظوا. نحن لا نطلب المستحيل، فقد جعلونا كمن ينطح الصخر. نحن نطالب بحقوقنا فقط. شكرا لك سامي، كفت وفيت. الكلمة لك بس. بداية نقدم تحية لكل صوت حر في البلاد. بداية نحيي كل إنسان يقف وقفة صادقة مع نفسه ومع المجتمع مع بلادنا، لأنه نحن الناس تعبنا وننظروا لمستقبل بلادنا وننظروا لمصلحتنا ومصلحة غيرنا. لأني أنا اليوم اندافع على قضيتي وقضية زملائي اللي هي قضية الإدماج، لكن في نفس الوقت هي مترابطة بقضية حق أبنائنا في التعليم. لأني أنا نشوف المسألة هذه هي مسألة ثنائية، هذا حقي أنا وحق ولدي وحق أختي وحق الجهة في التعليم. أنا نتسائل من قبل ما نصير نتساءل علاش بالضبط جهة القيروان فيها أكثر نسبة نتاع جهل نتاع أمية موجودة في القيروان. علاش؟ لأن الكبر الجغرافي للولاية وغياب المسؤولين الحقيقيين في هذه المدينة هو سبب تعاسة هذه المدينة وسبب تعاسة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية اللي موجودة في تونس، واللي تزاد نشوفوا فيها ما زالت في حالة تعيسة وتعيسة جدا. نحن اليوم بالحق حالة تعيسة جدا، لكن متفائلين رغم الأوضاع هذه. نحن متفائلين على لأن الأساتذة النواب هم مجموعة من المجتمع المصغر في القيروان يأملوا في تغيير الواقع من خلال ماذا؟ من خلال الدعوة للعدل والمساواة والإنصاف. أنا متسائل واحد من الناس، لماذا الإنسان من السجون إلى وزارة التربية، واليوم الآية معكوسة من وزارة التربية إلى السجون؟ تقريبا هذا سؤال مطروح مش كان في معناها وزارة التربية فقط، في كل وزارات نشوفوا ناس من السجون تمشي طول ديريكت الخدمة معناها، واللي قاري عنده سنين ربي معناها وبطال وسبيشيات ومازال يستنى. لكن أنا نرى اللي كل إنسان عنده الحق في التشغيل، حتى في السجون عنده الحق أكيد. لكن هنالك شروط دنيا يجب أن تتوفر في الجميع. أنا مرات زعما حبيت نحكي مع السي سالم من الأبيض نقول له علاش ما يكونش مقترح الانتداب يكون في السجون، لأنه شعب التونسي الكل يلزم يكون يتمتع. عليها هذه تضحك هذه؟ احنا 10 ملايين تونسي يلزم يتمتعوا بالعفو التشريعي العام. صحيح. لأنه ما دام ما صارش محاسبة ومصالحة بالتالي الشعب التونسي الكل يلزم يتمتع بالعفو التشريعي العام. معقول. سامحني في الكلمة هذه، ما إنسان مثقف موجود في السجون ارتكب ظلم ولا ارتكب جرم في لحظة معينة وارتكب خطأ وعنده كفاءة كبيرة ياسر ومبدعين وفنانين وروائيين وموجودين، ما عندوش الحق باش ياخذ العفو التشريعي العام ويدخل يخدم. عنده الحق كيما خذا غير. نحن نبحث عن مبدأ المساواة بين جميع التونسيين، لا تفرقة بين والمساواة الاجتماعية اللي لو جولها الناس الكل نبحثوا عليها ونأملوا لها. أنا نتسائل واحد من الناس، أول مسائلة سألتها السيد المندوب الجهوي سي نجيب عبان من أول نهار، سألته في البداية السنة الدراسية 2013. أنا خدمت 2011 2012. في 2013 قدمت ملف نتاعي ما راعني إلا رفض المدنيين. السبب كان وجود العديد والعديد من المعطلين في ولاية القيروان
بالتالي عليك يا بني أن الصبر. الصبر وانتظر، لأنك قمت بدورة أولى، قمت بسنة، واترك المجال لغيرك. خلي غيرك يعمل دورة أولى. خلي غيرك يخدم، ما دام تخدم شغلك خلي غيرك يخدم. ونشوف الحالات الاجتماعية في ولاية القيروان كارثية ومهازل. أنا أنصحك، شفت حالات كانت من حالتي، لكن لم أكن أعلم أن قانون يفعل. لو أن سيد المندوب أجابني بأن لك الحق في مدتين إيابيتين، هل يتنازل أم لا؟ تلك مسألة ثانية. لكن حينما تتلاعب أنت يا سيد المندوب بالقانون، هذا ليس ذنبي أنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية باش تتمثل في الذهاب للوزارة والمجلس التأسيسي، لأن النقطة الأخوة لم يذكروا كون الملف موجود في المجلس التأسيسي والمسؤول عليه سي مراد العمدوني والأخوة في مجلس والأخوة النواب اللي موجودين، وقمنا بوقفات احتجاجية أمام المجلس التأسيسي، لكن ما راعنا إلا أنهم ينظروا في إعادة إصلاح المنظومة التربوية للبلاد، وبالتالي علينا أن ننتظر. مشكور بسيم. ممكن الأسئلة نتاعك نسألهم المسؤولين، أسئلتكم نتاعك جاوبوا شيء ولا إجابة، لأني كل مرة نسمع غريبة وثم تلاعبات كبيرة باسم القانون وليس بالقانون. تلاعب بالقوانين. التلاعب باسم القوانين وليس بالقوانين. تكلم عليكم الحين. السلام عليكم. نحب نشكر راديو ليبر دكيرون اللي عطانا فرصة لينا باش نحكي. الموضوع نتاعنا كيما حكى الأخ على السادة النواب المعوضين. احنا مشكلتنا للسادة المعوضين معناها في ظروف قاسية، ومشكل التشغيل هذا مشكل كبير في تونس، والأدهى والأمر معناها تسمع المندوبيات إنه الشغور أكثر من الشيء اللي تطلبه الوزارة. معناها الوزارة مثال تطلب 1000 وهي عندها شغور 2000. نسمع في بعض الليسيات وفي بعض الأماكن توصل تلامذة تعدى نون كلاسي في ماتيريات اليوم، معناها شيء حشم ما تجيش. انا نتصور معناها ولدي يتعدى ما عرفش 5 اني ولا 4 اني، ما يقراليش تكنيك ولا ما يقراليش فرنسي، وبعد كده باش مجالات ولا تكنيك، كيفاش باش يقرا كيفاش كم مستقبل يطلع لي نهار اخر انجينيور ولا تكنيسيان ولا باش يخدم ولا حاجه. حتى الفورماسيون نتاعو سلسله ناقصه حلقه، معناها تبقى ذيك عمره كل معناها تتبع فيه الحلقه هذه اللي هي مشكله من المشاكل الكبار. وما نحكيش معناه على انه التشغيل عنده بعد اجتماعي اكثر من انه بعد معناه اقتصادي واحد والدوله قادره ولا ما هيش قادره. فما ناس الظروف الاجتماعيه نتاعها حتى مع الدوله باش يلزم تعاون. اكيد عندهم ميزانيه محدده معناها، هذا كل عام ميزانيه خاصه بالتعليم بالوزاره. الميزانيه تكون متقابله متوازنه مع الشغور نتاعو، مش نعمل ميزانيه ما عرفش ب2 مليارات، ما عرفش الارقام كيفاش ياخذوها، والشغور نتاعي 3 مليارات ولا حاجه كيما هكا. كيك ما عادش تقابل وباش تبقى لك ناس ناقصه تكوين، واكثر من اني ناس ناقصه تكوين فما ناس مستحقه للخدمه هذيك. علاش لا خدمت انت السيد هذاك ولا خليت ولدك يقرا الماتير هذيك؟ وفما اماكن يعرفوا اللي فيها شغور ويجيبوا له استاذ نائب، علاش خاطر يخدموه باقل فلوس وما عرفش 250 دينار كان طارت في العام. انا واحد من الناس قريت 9 شهور على بعضهم 2 ملايين و150 دينار، معناها تحسبهم 200 وحاجه، معناها شيء حشم. معناها هذه اللي هما شهريتين ولا شهريتين نتاع استاذ قري بهم معناها عام كامل. معناها شكون يحب يتدخل؟ سامع الكلمه ليك، تفضل. الاحتجاجات نتاع الساده النواب ما زالت متواصله بشكل يومي بالمندوبيات الجهويه بكافه المناطق وبوزاره الاشراف. اليوم يفاجئنا السيد الوزير المستقيل بتشبثه بقرار جديد بعد المفاوضات المستمره باقتراح غريب يتمثل هذا الاقتراح في ادماج من له 9 أشهر نيابه متتاليه بلا انقطاع فعليا، اي بشرط ان يكون مباشرا في 2013. اتوجه بسؤال الى الوزير المحايد جدا، ما هذا سيدي الوزير؟ وفق اي منطق تقدم هذا المقترح؟ هذا المقترح هو مقترح جائر يظلم الأساتذة النواب ويهدر حقهم. نعم، كما أننا نسأل سلطة الإشراف أمام المتعظ، فالثورة قد قامت من أجل التشغيل والكرامة، مطلب أساسي. نعم،
ولم نرى طيلة هذه سنتين أو أكثر سواء التكالب على الكراسي، في حين هنش المعطل من جديد. اليوم يفاجئونا بعودة الكاباس وهو ما أرق موضوع كنش نطرقوا له معناها في حصة نعم. أخرى حصة يعني بعد أن تم انتداب أصحاب العفو التشريعي العام على حساب المعطلين اللي قاموا بالثورة، اليوم يفاجئونا بعودة الكاباس. يعني نتسائلوا احنا لهنا تعجيز آخر شنو ذنبنا غير أن عملنا ثورة باش نسترجعوا كرامتنا، باش نطالبوا بالتشغيل، التشغيل الذي طال. يعني فما ناس وصلت 40 41 45، فما ناس عندها 13 سنة بطالة. أخت سامي نحب حاجة برك نضيفها. الكاباس من لشكون الكاباس هذا؟ لشكون يوجهوا فيه الكاباس؟ والله اللي عندهم 7 سنين بطالة، واللي عنده 8 سنين بطالة، واللي عنده 14 سنة بطالة. معناها انت هو تقصاه في عهد بن علي ومش تحب تزيد تقصيه في عهدك انت، ومش تخليه مهمش حتى العهد شكون يجي بعدك. هكا نبقى نستنى في الكاباس حتى تمر عمرنا. تقريبا معناها ان شاء الله الواحد معناها يجيكم فرصه وتخدموا معناها اللي توصلوا في عمر ما تخدم 5 سنين وتخرج ريتريت تقريبا. حسب هذا حسب معناها المستقبل اللي جوا فيه تو. هذا هو معناها الماشيين فيه، هذا التمشي اللي ماشيين فيه. نحب نرجع بالله حتى كان قصيت على اخت سامي، نحب نرجع للمسلسل اللي نتاع الاعتصام نتاعنا. مسلسل راهو صار تو 8 اشهر معناها 8 اشهر تقريبا 8 اشهر متواصلين سونزاريه 8 اشهر حتى في رمضان تنقلنا في رمضان بريسك في الجمعه نمشوا مرتين للوزاره في رمضان باهي. المسلسل نتاع الاعتصام نتاعنا رانا ما عندي سؤال قصير. تفضل. شفتوا وزاره الاشراف؟ نعم. قبل توصلوا وزير شخصيا احنا مش نحكي لك انا بالتفصيل الممل، اذا كان عندك بال واسع خذ راحتك خذ وقتك احنا انطلاق في الاطار نحطك في الاطار. راهو مسلسل هذا معناها كي جاي نصوروا فيه راهو معناها خذا 100 حلقه ولا اكثر. كيفاش انطلقت؟ مشينا تحولنا من اعتصمنا في المندوبيه لكن دون اذان صاغيه. تحولنا الوزاره. كيفاش تحولنا الوزاره؟ مشينا للوزاره سلطه الاشراف اللي هي وزاره التربيه، طلعنا السيد الوزير، عملنا وقفات احتجاجيه، سكرنا الكيس باش نكونوا واقعيين لان كل حق هذا باش يسمعنا. انا حتى في التلفزيون شفناه باش يسمعني. علاش انا سكرت الكيس حتى لو كان نقطه معناها ضدي، لكن ما لقيتش حتى حل اخر غير اني نضغط بالطريقه هذيك. تلتجي للعنف باش يسمع باش نسمعنا. اش قلنا؟ اش جاوبنا؟ قلنا الموضوع هذا ما يهمنيش انا، راهو يهم اطراف اخرى كما النقابه وكما يهم الوزاره الاولى واللي هي عندها معناها البوفوار انها تشغلكم ولا ما تشغلكمش، خاطر ثم ميزانيه. ضعنا في الطريق، مشينا نبحث على باب اخر، نقلنا المجلس التاسيسي اللي منتخبين من الشعب، اللي نواب الشعب، نواب الشعب اللي انا نخبت له واعطيته صوتي في دفع عليك. صحيح، اعطيته صوتي كلاه انتهى امري، معناها مشيت ضعت. مشينا للنواب، كل نائب يعطيك اقتراح وكل نائب يعطيك معناها حل، لكن حل يرضيه هو ما يرضينيش انا. اعمل كذا كذا باش يجي انا من الطرف نتاعو هو، واضح، باش يربحني. اعمل كذا كذا صوت انتخابي جديد، صوت انتخابي جديد. مشينا التجينا الى رجال القانون باش تماش ما نضمنوا حاجه في كيما السيد قيس سعيد اعطانا بسطه قانونيه اللي كنا نجهلوها وكذا. قلنا برا نكبشوا شنو هي البسطه القانونيه، ان احنا في معناها السنوات اللي قبل 2008 معناها كنت عباره تمشي تشتغل مع احترامي لكل معناها اللي يخدم في المرمى، تخدم بنهارك وتروح على روحك، ما عندك خدام حزام تخدم، لا عندك تغطية اجتماعية، لا عندك حق مضمون، حتى لو ان تدوخ في الطريق ولا في الكياس تموت غادي ما يستعرف بك حد، واضح. ثم 2008 صار هذه معناها كطريقة قانونية، وهو عقد معناها امضاء عقد مع وزارة التربية من لحظة اللي تبدا فيها انت وقتاش حتى معناها ل 30 جوان. قالنا هذه عندكم الحق فيها هزينا، لكن في الوظيفة العمومية اذا كنت تعمل 6 شهور 6 شهور في الوظيفة العمومية لمدة 2 سنين عندك الحق الإدماج المباشر. شدينا في النقطة هذه. هذا قانونيا ما رأينا أن السيد الوزير يعني يبشرنا بقانون جديد ما نعرفش من جابه، هو قانون أم مقترح أصبح قانون يطبقه لا أعرف. إذا كان مقترح ما يطبق لما تصير عليه معناها، هل هو أصبح معناه يشرع لوحده في القوانين؟ كيف تتعدى أنت القانون تقول معناها عندك الحق، ما عندي معناها مع الناس مش تشتغل ولا مش يصير ادماج كان 2013 والبقيه اللي قبل 2013 هذول مش مسيرينهم، ما همش توانسه،
مش عباد ما عندهمش شهاده. 9 شهور سنه اي خلينا نكمل لك مازال عاد راهو هذا التعجيز الاول، خلينا نزيد مازال التعجيز الثاني. انك عندك 9 شهور راهو الانسان دخل في مرحله يأس. انا واحد من الناس في حاله يأس، انا تو ما عادش عندي علاش نخاف، غدوه نجم نعمل اي حاجه، غدوه انا ما تلومنيش باش نحرق روحي، ما تلومنيش اني نشنق روحي، ما تلومنيش ندخل في اضراب جوع وحشي انا غدوه، خاطر توا سي انتهى الامر. انا عمري 34 عام تو، عندي 7 سنين بطال و8 سنين بطال، ما عملتش حاجه في حياتي، غيري كيف الناس الكل كيف مش نحكي انا راني كاكسبسيونيل، لكن هذه تهم الناس الكل. اكيد دافع روحك ولا غيرك ولا حتى انا راني اعطيتك اكزامبل وقيس عليه. مادام احنا متواجدين راني نمثل الناس الكل، انا كناطق رسمي باسم الاعتصام انا راني نحكي على الناس الكل. باهي ضعنا في الطريقه نتاع الادماج اخويا، كيفاش الحل؟ قال لك لا 9 شهور لازم تكون 9 شهور فعليه. ها نعطيك انا كي تقول لك انت هون عاجزك حتى انا 9 شهور تخلص فيه انت في الكوجيات، تخلص فيه انت في الايامات نتاع مثلا نهار الاحد تخلص فيها. الزملاء اللي معانا يخدموا يخلصوا سيمين كامله ورغم انهم يتمتعوا معناها في يومين او 3. اصلا هو الاستاذ اللي يغيب في فتره معينه كل شهرين يعمل ريبريز، يعني هذه مستحيله راهو باش استاذ نائب يعمل 9 شهور. هذه نقطه تعقيب على كلام جمال الحمدي. باهي احنا كي انت تحكي لي على 9 شهور فعليين تخلص فيه 9 شهور، انت تعطي فيه حقي، تعطي فيه في صالير كامل، انا نتخلص فيه في 250 دينار في الشهر يا سيد الوزير، مش كنت تخلص فيه. اما السلطات نحكي، لكن انت خاطر ما عادش خلينا علاش ما عادش خليتنا جنب علاش نرقدوا، صحيح سلختنا منا وما زلت لنا تو كان قصان روسنا قلت ارتاحوا منا معناها للدوله باش المشكل هذه الثقيل اللي تركه الثقيل اللي بقوا يعانوا فيها ما لقونا حتى حل. باهي سيد الوزير كي تقول لي انت 2013 انا عملت عامين قبل 2013 قانونيا ايش يصير لي والقانون يطبق كان في القروان هنا قانوني ايش يصير نخرج اوتوماتيكمون ما عادش عندي الحق. بالله لحظه من هذا المنبر نحن نطالب بمحاسبة السيد المندوب الجهوي قبل أن يفر بجلده إلى مكان آخر، فقد تعرضنا إلى مظلمة حيث تم إقصائنا. أنا من الناس اللي كنت مباشرة وخرجوني من بلاستي اللي نخدم فيها والنيابة ما زلت ما وفاتش، قالوا لي السكور نتاعك السكور نتاعك ما وصلكش راهم باش ندخلوا شكون أكبر منك، وتنازلت وخرجت. ما يرعني إلا أني فما ناس متخرجة في 2012 توا ماخذة نيابات، أنا متخرجة في 2005 عندي توا 7 سنين ولا 8 سنين بطالة ما عادش نحسب تل ما فديت. اختي ساميه لا يزال الى اليوم معناها لحظه ساميه عمليه تحايل تسمى هذه. طبعا عمليه تحايل خرجوني انا ودخلوا غيري. عمليه تحايل واضحه وانا بكل غباء قبلت، يعني انا نؤمن بالديمقراطيه. انا نؤمن بالديمقراطيه، قلت زميلي اكبر مني وجا السكور نتاعو يتفضل، خرجت من بلاصتي والاستاذه مازلت ما رجعتش. اي معناها انت صحيح انت المبدا نتاعك صحيح، اما كي تفيق اللي ثم عمليه تحايل عندك الحق قدم قضيه. بعد فقت لي فما عمليه تحايل كان في القيروان. انا عملت 4 سنين نيابات تقريبا ولايه خاصه في كل والله ولايه خاصه في كل شيء، في البطاله، في التخلف، في الجهل، في الاقتصاد. اخت ساميه هذا قصيت لحظه عشان تفضل اللي ثم ناس تسمع فينا اول مره يعرفوا اللي الاستاذ النائب ياخذ 250 دينار. اي بالطبيعه يحسبوه ياخذ كمان الاستاذ العادي. صديقي الاستاذ النائب يتقاضى 400 دينار في الشهر اذا كان يخدم 18 ساعه. لحظه اخت ساميه ينقصوا له 13.5% وتنحي له الاحادات والسبت يخدم بالساعه، الساعه قرابه 2400 مليم. مثلا ثلاثه يسمعوا فينا ذاك. اي لا مش لانه الشيء المخجل ليس ليس الخطا ان نخطا، ولكن الخطا ان يستمر الخطا، هذا هو الخطا الاصلي. بداية أريد أن أعقب على النقاط التي ذكرها الأخ جمال، بداية بالمقترح اللي قدمه السيد سلام الأبيض، اللي أنا كنت متواجد مع رئاسة الحكومة مع المستشار سي عبد الناصر ومع المجموعة اللي تتفاوض، وجبد المقترح بتاع السيد سلام الأبيض اللي حب بينا ننهي الموضوع بشكل إجمالي وبشكل مطلق. وقت اللي اقترح 13 شهر 2013 يفرض بشرط أن يكون في 2013، والقانون صدر سنة 2008، والقانون في الفصل الرابع لا يجوز أن تتم أكثر من مدتين نيابيتين. بالتالي أنا سألته قلت له سي عبد الناصر أنا كنت خدمت 2008 و2009 و2009 و2010، بالتالي 2013 مانيش باش نوصل لها ومانيش باش نخدم فيها اللي صحيح. قلت له بالتالي قانونيا أنت أقصيتني. أكيد إذا كان خدمت في 2010 و2011 و2011 و2012 2013 ما يشملنيش. هذه النقطة الأولى. هل أني قانونية سنة 2013؟ بالتالي أجابني لا.
وقت سالته انا سؤال في الناحيه النقطه الثانيه متولاني من القانوني. من السؤال الثاني اللي كان موجود اللي هو قلت له سي عبد الناصر السنه الدراسيه متى تنطلق؟ قال لي نهار 15 سبتمبر حاجه طبيعيه. ومتى تنتهي؟ متى تنتهي؟ قال لي نهار 30 جوان. لا جوان ما يتحسبش. سامحني في مايو ف 30 مايو سامحني. قلت بدايه علينا نحسبهم في جوان 6 ومن سبتمبر اللي هي تبدا كيف هناك بدايه النايب ما يبدا ينطلق فعليا الا بعد شهر اكتوبر وفي نوفمبر وفما اللي في ديسمبر. والسنه الدراسيه الفعليه بالنسبه للاستاذ النائب لا يمكن ان تتجاوز، لا يمكن في كل الاحوال ان تتجاوز 6 أشهر. السنه الفعليه هي 6 أشهر. النقطه الاولى كونك والله نسال السيد الوزير كيفاش حسب السنه تساوي 6 أشهر. ونحن نعود الى الاتفاقيه التي امضى بها السي سلم الابيض واعضاء النقابه 18 شهر. انا اتساءل هم حطوا روحهم في مأزق لاني 6 أشهر في 3 سنين يقوم 3 سنين تكون بالتالي اسئلته قلت تجاوز القانون في تونس اصبح اولويه كل واحد يعني يعيد الشيء هذا الادماج. يا اخي كي يعملوا القانون كي عملوا القانون ولا سنوه ولا قنوه مش معاهم مسألة في القانون معناها يوعيوهم موجودين ولكن الخطأ في تونس تصبح قاعدة. يقول لك احنا في وضعية استثنائية، احنا في وضعية استثنائية، في وضعية انتقالية مؤقتة. لكن ما يحبش يجبد لك. انا كلمته شخصيا قلت له نحب تحقيق في الادارات الجهوية من قام بالتجاوز واكبر تجاوز لانه احنا صحيح تظلمنا باسم القانون. مش نقص عليك بس انت تعسف هذا يا زلمه. ثم تدخل معنا في الهاتف. هو عسلامة عرفت ثم خلال الفن تو نرجعوا بعد لانه التعسف القانوني وقت نقولوا 18 شهر تساوي بالتالي 6 أشهر وفي 18 شهر يلزم الانسان يكون خادم 3 سنوات وبالتالي هو تجاوز القانون. وتجاوز القانون في تونس اصبح اولويه. هذه الثغره اصبحت قاعده. الناس هذوما شغلتهم وزارة التربية طريقة تجاوزت فيها القانون. طالما هم تجاوزوا القانون النقابة طالبت الوزارة اني تدمجهم. تو نقابة التعليم الثانوي سي الاسعد اليعقوبي قال احنا رانا دافعنا على حق لقينا ثغرة قانونية عملتها الوزارة احنا كبشنا فك الثغرة هذيك. هل اصبح الخطأ قاعدة في تونس؟ الناس هذوكم تجاوزوا القانون على حسابنا احنا اللي تم اقصائنا خاصة في القيروان كحالة خاصة. الناس هذوما يتم ادماجهم على حسابنا. وفما حاجه اخرى اتفاجئنا هي قرارات سلطه الاشراف انه ما فماش انتدابات سنه في الوظيفه العموميه هذا ما قالوه بدعوى الاستجابه لشروط البنك الدولي. يعني يشغلوا جماعه العفو التشريعي اللي هم اكثرهم معروفين بالولاءات صح عليهم خلي يخدموا لكن ما نحسدهمش ثم اولويات. التجاوز يكون اكثر من هذا يا اخت ساميه. يا اخت ساميه لحظه، نحن رانا ندفع ثمن سياسات بن علي وواقع التهميش اللي عشناه في وقت ونعيشوه اليوم، واليوم ندفع ثمن سياسات النهضه والترويكا. بس كي قلت معناها صحيح مع بن علي احنا كي جات الحكومه هذه قلنا باش نقطعوا على الماضي وندخل في سياسه جديده. معناها الناس الكل عندها الحق في التشغيل، الناس الكل عندها الحق في بلادها، الناس الكل معناها بالنور معناها. الفساد اكثر مما كان سامحني كلمه بسام، نحن نذكر ان الحق لا يجزى، كل من تخرج له الحق في التشغيل، لكن نذكروا راهو جماعه العفو التشريعي العام تقريبا 80% منهم ما دخلوش للحبوسات على خاطر التشغيل، ما دخلوش على خاطر الكرامه. الناس هذه كانت تتصارع من اجل الكرسي على السياسه. احنا راهو عملنا عليكم ممزيه وقت اللي صارت الثوره خرجتوا من الحبس الساعه. ينجم يصبر التعويض، ينجم يتجزأ على سنوات، لكن التشغيل هو أولوية قصوى. من هذا المنبر الحر نذكر كل مسؤول ما يشغلنيش ما يلزمنيش، وسيظل المعطل وقود الثورة وما الأمس ببعيد. نحن هنا نوجه رسالة إلى سلطة الإشراف، رانا عيينا، رانا تعبنا، بجاه ربي اسمعونا، رانا ناس متحضرين نطالبوا بحقنا مش أكثر. طال انتظاري، صدقني طال انتظاري. معذور عندك، لانه الانسان وقت يستنى ويكون بطرق سلميه وبطرق نتاع حوار ومقترحات. قدمنا مقترحات اللي شكون؟ قدمناها للسي سلم الابيض
وزير التربيه، وقدمناهم رئيس الحكومه، وقدمنا مقترحات لاعضاء المجلس التاسيسي اللي كانوا ينظروا. المقترحات فاش تتمثل؟ نعرفوا الظرفيه اللي تعيش فيها تونس الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. احنا باش طلبنا باقرار ادماج جميع النواب عبر مراحل او حتى عبر ولكن سلطه الاشراف تتجاهل حتى الوعود، حتى لانه يكون لي امل ان اشتغل بعد 5 سنوات او 4 سنوات، حتى هذا الامل فهو معدوم. اذا كنت انسان بعد عمر وبعد دراسه وبعد التحصل على شهاده وتضحيات تقريبا، واحد دخلنا نقولوا معناها والديه صرفت عليه معناها، ثم يصرف عليه واحد دم قلبه معناها هم وابوه، ثم يباعوا عليه معناها املاكهم تقريبا. شوفوا في حاجه كبيره باش يطلع لهم استاذ ولا معلم باش معناها يرجع لهم يعوض لهم معناها، يشوفوا ولدهم بطال يقول لي خيبه المسعى. يا ريتني يا خيبه المسعى. انا شخصيا تقدمت برساله للماجستير، لكن بالاحباط الموجود تراجعنا. خلي عندك حتى معناها بصيص امل صغير انك يجي نهار وتحل المشكله ان شاء الله. سامحني مش نحكي طرفه، والله مره انا في الكلاس تلميذ قال لي مدام ما عادش نحب نقرا، شنو نعمل به الشهاده؟ هكا ما قريته وقعدته. سامحني حتى لو كان مش نعمل انا دعايه هنا على المباشر، قال لي نمشي نقرا الحجامه تو نطلع كي معز الخضراوي ساعتي ب 500,000. يعني اذا كان تلامذتنا يفكروا هكا ويراو فينا احنا القدوه، هذا راهو مخجل جدا. نقول لك حاجه، خاطر تلميذ الطوري معناها يشوفوا في الحاجه العمليه ما عادش يحب يخرج ويقعد يستنى 4 سنين 5 سنين، يحب حاجه معناها تجيب الفلوس ويخدم على روحه ويسوى. عندهم الحق اذا كان القدوه نتاعهم كيفنا احنا. جمال مش نحب نعقب على حاجه. اليوم صارت طرفه معنا اللي عندنا زميل معتصم معنا، هو راقد الصباح قدام المندوبيه باب المندوبيه، وخوه جاي يتسلم في الجائزه. هو جاي يتسلم في الجائزه خاطر من انجب النجباء عطاها له السيد المندوب. ما راعوا انه السيد اللي معانا هو اخينا وزميلنا وما نعنيناش باش نذكروا اسمه باش ما نحطوش في حرج، كي راه اخوه هاز جائزه اش عمل؟ غطى راسه بكردونه بكاء. نعم بكاء وندم على اليوم الذي درس فيه. انا نتخيل في اللحظه معناها الخوك من جهتين، هو كيفاش راه اخوه كيفاش شافه معناها. رأى الى اخيه، نظر الى المستقبل، راى المستقبل اظلم. وانا متاكد اللي كان واخيه كذلك كان يخيروه شكون يخدم هو، اخوه يقول لك خويا يخدم تو باش ما يحسش خوه اللي حاسه هو معناها. لكن خوه كان ذكي، مر مرور الكرام باعتبار انه لم يرى اخيه، فحزت في نفسه. حينما تكون هذا واقع البلاد فماذا عسانا نقول؟ بربي الرساله لكل المعطلين والساده النواب، الحكومه هذه تتصور في برامجها اني تخدم باكثر ذكاء. في عهد بن علي كنت تحتاج تاكل المتراك وتشد الحبس، في عهد الحكومه هذه الكلب يعوي والقافله تسير. يقول لك انا شرعي، انا منتخب، شرعيتك وعندي سلطه. ايوه عندي سلطه، شرعيتك راك تستمدها منا نحن، من الناس اللي ثارت، من الناس اللي قالت لا للظلم، من الناس اللي خرجت بن علي وجابتك انت من المنافي. شنو اللي تبدل؟ اللي كانوا في المنافي وعندهم خدم وامورهم واضحه رجعوا خدموا على حسابنا نحن المعطلين. احنا ازددنا تهميشا ما الامس ببعيد وسنعيد الكره مع كل مسؤول يتجاهل النخبه الموجوده المهمشه في تونس. احنا رانا ملينا من الوعود، ملينا من المواطنه. ثم شعار نذكرهم بعضنا اللي جاوا كل الاولويه للشباب ديما يقولوا هذيك شعارات مرفوعه. ان سنه 2011 جعلها بن علي سنه الشباب، فكان شبابا بامتياز. مش نرجع النقطة اللحظة خلينا تحكموا شوية نمشيو مع فصل غنائي بعد والله الواحد قلبه معبي ذاك علاش والله ماذا بيا حتى الغدوة نحكي لكن شوية موسيقى مع حمدي. إني اخترتك يا وطني حب
جئت في عز التعب، جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب. بشاش عنف وغضب 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 وغضب. إني اخترتك يا وطني حبا وطواعية، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني. ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني، يا وطني الرائع يا وطني. وإن بان بعيني الأسى، وإن صارت صبحاتي مسا، دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسى، دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صبحاتي مسا. جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب، جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب. هشاش عنف وغضب 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 وغضب. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا من جديد. نواصلوا من حصتنا في قضايا المجتمع في قضية الأساتذة النواب. باش نقدموا شوية بالحوار نتاعنا. نوصلوا توا مع في المندوبية، كيفاش من أول نهار تقريبا اليوم كيفاش كان معناها الاستقبال نتاع السيد المندوب لكم، كيفاش حاوركم نعم. كيفاش كانت رد الفعل نتاعهم؟ احنا سيد المندوب مفتوح لكم الكل كما قلت. احنا سيد المندوب ما هوش غريب علينا، خاطر من اول ما انطلقنا في الاعتصام كانت طريقته معروفه، هي القوه ولا غير القوه. كان بأتم معنى الكلمة الحزم لا غير الحزم، معناها كان حازم معنا ونعرف شو معناها كلمة الحزم. سيد المندوب استعمل معنا القوة، جاب لنا الأمن، حب يفض الاعتصام. احنا منا آخر مرة كنا في 4 من الناس، جتنا 4 باقات، معناها كل واحد مش تهزوا باقة. واضح؟ شعب اللي كان على حق وثور، نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور، ريح سحاب والريح تنفخ وتدور، حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور. في نهار عطشان وتركين السماء طارتي بالفاسن بهم على جبل مسامح الدواجي، كان حسن الماء فرت الزريعة مصنع من الحبوب. نعتذر على الانقطاع أعزائي المستمعين، نرجع لك الكلمة يا جمال. كما حكيت معناها سبق، هو أنا مش نحكوا على الاعتصام كيفاش انطلق في المندوبية. معناها 8 شهور التالي قررنا احنا السادة النواب معناها نظرا للتهميش اللي نعيشوا فيه وقضيتنا معناها قضية التشغيل، قضية الناس كل طالبوا بالتشغيل، احنا ما حشنا حد شيء اخر. انطلقنا في اعتصام امام المندوبية، جاء السيد المندوب رفض انه باش نعتصموا اصل قدام المندوبية، واراد ان معناها يفض هذا الاعتصام بقوة، لكن امام اصرارنا واصرار الجميع واصرار الزملاء تمكنا من البقاء وتمكنا من مواصلة معناها اعتصامنا رغم
كل الاهتزازات ورغم الهزة الأمنية ورغم احنا حتى الأمن تصرف معنا بكل لباقة، لكن كانت هناك معناها فما ضغوطات كبيرة علينا. باهي احنا تنقلنا كما حكينا لتونس وشفنا برشا كذا كذا، لكن ما لقيناش حل، تهتكنا ماديا ومعنويا، رجعنا نظمنا صفوف من جديد ومعناها قررنا باش ننظروا على المستوى الجهوي، خاطر ما عادش عندنا مستوى مادي باش نقلوا به. انسان علاش معناها مش يغالط الناس، انا ما عنديش مصروفي باش نمشي نتنقل لتونس. شنو اللي صار في المندوبيه انطلاقا من يوم الاثنين؟ شو بس شنو انت متعلق عليه؟ للأمانة لأنه منذ 8 أشهر والزخم والأحداث الكثير الذي مر علينا أن نتذكر كيف كنا مجتمعين وتكوين التنسيقية، وبعد تكوين التنسيقية وبعد تكوين مجموعة من الأساتذة النواب، كيف أن المندوب قام باستدعاء وحدات الأمنية التي قامت بالدخول للمندوبية، والتهمة كانت هي اقتحام مكتب السيد المندوب اللي هي التهمة الأولى التي تقدم بها. لكن بعد ذلك وبعد حضور الوحدات الأمنية ووجود بعض الإذاعات ووجود بعض الجمعيات، كان هنالك ليست عملية اقتحام ولكن هنالك اعتصام سلمي. بعد المرحلة هذه تنقلنا لتونس وبقينا نتابعه في الملف مع سي سلام الأبيض مباشرة، لأن هنالك امتناع أو العزوف بعض الشيء. فقدمنا تقرير على بعض التجاوزات، نحن قدمنا في برشا تساؤلات، منها التعامل الأمني من السيد المندوب للأساتذة النواب، لأن نحن مناش مهمجين، لأن نطالبوا بحقنا بأسلوب حضاري، فما راعنا إلا أن المندوب يتدخل الوحدات الأمنية. فما قام السيد سلام الأبيض هو استدعاء للسيد المندوب وحكى معاه، وكان هنالك استفسار رسمي في مرحلة أولى، وانتقلنا في مرحلة ثانية إلى رئاسة الحكومة وقدمنا شكوى إلى رئاسة الحكومة كيف يتعامل المندوب مع الأستاذ من خلال الوحدات الأمنية، لأن ليس لنا نقابة وليس لنا أي غياب للنقابة، لأننا ليس منتميين فعليا للنقابة ولسنا منتميين. قص عليك بس ثم تدخل على الهاتف. ألو عسلامة. شكون معاه؟ ألو نسمع فيك، تفضل خذ كلمة. أنا تو دخلت وتقصد لكم. اي سمحنا على انقطاع كلمتك مرة أخرى. بون حبيت نفسر لكم شوية على وضعية الأستاذ نيت في ولاية القيروان. تفضل. اتفاقية 3 جوان مش نتحدى حد من ولاية القيروان اللي هي عدد السكان نتاعها 700,000 مواطن. فهمتني؟ مجازين حاطين عندهم 10 سنين على الأستاذية و15 سنة و14 سنة مش ملهمش الإدماج، وفما شكون مقري معناها سنتين في 6 شهور وما عملش المدة نتاع 18 شهر يستقصى بطريقة أو بأخرى. احنا ما احناش مش نسقطوا على حقنا، مستعدين ان نرفضوا المندوبيات ليل ونهار، ما احناش مش نقصوا، مش نحاولوا باش ندافعوا على حقنا، مش نحاولوا باش نقتلعوا الادماج نتاعنا، خاطر من حقنا ان احنا اولى اكثر من غيرنا. قدمنا في وزارة التربية وعانينا وقدمنا برشا معناها تضحيات، ما نجموش باش نفرطوا في حقنا في الادماج فاسيلمون. معناها المطلب الرئيسي هو الادماج تو. نعم. المطلب الرئيسي هو الادماج. الادماج لكل الاساتذة النواب، اللي يعمل الشر اللي يعمل العميل. فهمتني؟ خاطر احنا في القروان طبقوا علينا القانون، في ولايات اخرى من تراب الجمهورية ما طبقوش القانون، شنو ذنبنا احنا؟ واضح. هذا كما كان يحكوا فيه معناها الإخوة في البلاتو، كان سمعتهم؟ نعم. قلت لك هذا تقريبا نحكوا فيه شوية الإخوة في البلاتو، كان سمعتهم، كنت تسمع فينا معناها. والله سامحني أنا الإنترنت قاصة عندي والراديو ما نجمش نتحصل على الفريكونس، هيك علاش معناها دخلت شكرا ليك أخت معناها، وإن شاء الله تكون صوتك وصل وتو في تفاعلوا معاك الإخوة معناها في البلاتو، لأنه هذا حق وحق مشروع لجميع الأساتذة النواب. وإن شاء الله معك بخير وربي يعاونكم، والمساجد اللي حابين نعدوا لكل المسؤولين سواء في وزارة التربية وإلا في الحكومة اللي احنا ناس متشكلين بالإدماج كان لسه ندير في مكان دخل. شكرا بارك الله فيك. كان ذكرنا بالاسم مرة أخرى بالله أختي. نعم. ذكرنا بالاسم مرة أخرى. ألو. قلت كان ذكرنا بالاسم مرة أخرى. ألو. تسمع فيا؟ ألو. نحن هدفنا هو الإدماج لجميع الأساتذة النواب
دون قيد أو دون شرط، لأن القانون انطلق من سنة 2008 إلى حدود اليوم إلى 2013. نطالب بالإدماج للجميع مهما كانت مدة النيابة، لأنه هذا المطلب الأساسي اللي كان، واقترحنا على رئاسة الحكومة واقترحنا على وزير التربية واقترحنا على مجموعة من المسؤولين أن يكون عبر مراحل، لكن ما راعنا إلا أنه سياسة الوعود وسياسة التسويف وسياسة المماطلة وسياسة ربح الوقت. أنا أتساءل من أفريل إلى حد اليوم والمقترحات موجودة ودراسات موجودة. لحظة عبد الرحيم. ألو عسلامة. منجي خضراوي. منجي خضراوي، مرحبا. ربي أنا نحبش نشارك في البرنامج. تفضل خويا كلمة ليك. ألو. نسمع فيك خويا كلمة ليك، تفضل. بالله أولا باسمي وباسم جميع الأساتذة المتعاقدين بولاية القصرين. ولاية القصرين. أي مرحبا. وبيك عايشك. نشكركم على الاستضافة واللفتة الكريمة التي خصصتموها للأساتذة المتعاقدين. عايش خويا غير مزيق. ثانيا ندين وبشدة العملية المهينة التي عمل بها الأساتذة المتعاقدين المرابطون بالإدارة الجهوية للتعليم بالقيروان بالمطالبة بحقهم في الإدماج. كما نرفض وبكل شدة اتفاقية 3 جوان التي كانت صراحة اتفاقية مجحفة جدا ولا تخدم مصلحة جميع الأساتذة النواب. اتفاقية ظالمة هذه على الأساتذة الذين أتموا 18 شهر فأكثر، وليكن في علم الوزارة أن تعاقدنا ينطلق مع منتصف شهر أكتوبر، فكيف سيتحصل على